السؤال بيقول اذكر مدن سعوديه. الرياض، جدة، دمام، ثواني مصر مدية، تحيا مصر. الحرش ونص أقوى مطعم مصري موجود في الرياض. لن ترونا إلا معا، لن ترونا إلا معا مع الجالية، لن ترونا إلا معا مع الشعب السعودي الشقيق، وده اللي بيتأكد عليه كل مرة. بص أنا كنت مقررة أقعد سنة، يعني كتير سنة، ودلوقتي بقى لي 14 سنة وعايزة أقعد العمر كله هنا صراحة. بس إيه السبب؟ أنا بالنسبة لي السعودية بلدي التانية، عمري ما استغنى عنها. يعني أنا بنزل مصر زعلانة، يعني أنا معيطة عشان أنا نازلة، أقسم بالله. والله انا كنت مقرر ان انا هقعد سنتين، بس لما جيت طبعا وشفنا الاجواء السعوديه وان احنا كأن احنا في بلدنا بالظبط، فالموضوع اتغير معانا بقالي 5 سنين. أنا بتمنى إن أنا أفضل هنا أنا وولادي لحد كده إلى ما لا نهاية إن شاء الله. الى ما لا نهايه. إلى ما لا نهاية. انت اسمك ايه؟ اسمي حنين. حنين، انت بقالك قد ايه في السعوديه؟ بقالي كتير بس انا مش فاكره كان ايه. بس كتير. طب انت بتحبي السعوديه؟ قوي قوي. حبيت التعامل، وكان نزولي مصر ادرس مضايقني، حتى انا كنت عايزه اكمل هنا. مفتقد البلد جدا يعني. اذكر مدن سعوديه. الرياض، جدة، الدمام، مكة، الخبر، العليا، الحائل، التحلية. ده شرح ايه التحلية؟ خلاص معانا كسبان ومعانا خسران. بس شكرا للحرش ونص. اذكر مدن موجوده في السعوديه. تمام. الرياض، مكة، جدة، حائل، المدينة، تبوك، خرج، عرب، قصيم، الدمام، جيزان، نجران، تبوك، العسير، الهيافة، مكة، قلتي مكه قبل كده. قاسيم، قاسم اتقالت. التبوك، تبوك اتقالت. خبر، الخبر لا. لا ماشي. راس النور. ثواني يا جماعه. ايه تاني؟ هنا ستوب، معانا كسبان. اذكر مشاهير مصريين حصلوا على الجنسيه السعوديه. محمد هنيدي، محمد هنيدي، عمرو اديب، سلمان عيد، سليمان عيد. سليمان عيد، هنرجع له تاني. احمد حلمي. ستوب، معانا كسبان هنا خلاص. شكرا للحرش ونص، وشكرا للقنصلية ومصر أم الدنيا.